الفيزياء الحديثة، وركز بقى فكرة بعنوان فاكر إن الطول الموجي ملوش علاقة بالطاقة؟ لا استنى بس ركز كده عشان ده سؤال في الجون. بيقول لي إذا زادت طاقة حركة الجسم إلى 16 مرة تكون نسبة التغير في الطول الموجي حسب دي براولي. نفتكر بقى مع بعض شوية كده حاجات. معادلة دي براولي كانت بتقول لامدا بتساوي اتش على ام في، اللي هي الطول الموجي المصاحب لحركة جسيم، ودي اعرفها في المسائل ازاي. اول ما اقول لك الطول الموجي المصاحب لحركه الكترون، لحركه بروتون، لحركه جسيم، لحركه حشره، اول ما اقول الطول الموجي المصاحب لحركه اي جسيم يبقى معادله دي براولي لامدا بتساوي اتش على ام في. طيب طاقه الحركه القانون بتاعها نص ام في تربيع. بص بقى، هو عايز طاقه الحركه لما تزيد ايه اللي هيحصل للطول الموجي او نسبه التغير في الطول الموجي. لما بصينا على القانونين هتلاقي مفيش، يعني هنا طاقه الحركه مفيهاش طول موجي وهنا مفيش طاقه حركه، فلازم اخليهم الاثنين في قانون واحد. ممكن تجيب الفي مكان اللامدا، يعني الفي هنا هتساوي اتش على ام لامدا، ونعوض هنا بقى عن الفي هتبقى نص ام بدل في هتبقى ايه؟ اتش على ام لامدا، بس الكل تربيع يبقى نوزع التربيع كده. طبعا الام دي ممكن تروح مع التربيع، يبقى قانون طاقة الحركة في النهاية هتساوي اتش تربيع على 2 ام لامدا تربيع. ده القانون. بعد ما جبنا القانون تعال نبص بقى على طاقة الحركة. طاقة الحركة اهي والطول الموجي اهو. العلاقة بينهم علاقة عكسية بس بين طاقة الحركة ومربع الطول الموجي. طبعا ركز ان الاتش ثابت والام ثابت، ما جابش سيرته. يبقى لو احنا عايزين نكتب كده كي او كي اي 1 على كي اي 2 يبقى هتساوي تعكس بقى لامدا 2 تربيع على لامدا 1 تربيع. طب مش عايز التربيع يبقى تاخد الجذر هنا والجذر هنا، يبقى لامدا 2 على لامدا 1 هتساوي جذر طاقة الحركة الأولى على طاقة الحركة الثانية. تعالى بقى نبص على السؤال. إذا زادت طاقة الحركة إلى 16 مرة، يعني طاقة الحركة الأولى دي ممكن تعتبرها بواحد، أهي ديت بواحد والتانية بقت 16، تكون نسبة التغير في الطول الموجي. سيبك من السؤال وركز معايا. لو قلنا لامدا 2 على لامدا 1 هتساوي جذر 1 على 16 يعني 1 على 4. يبقى لو جبنا لامدا 1 مثلا لوحدها هتساوي 4 لامدا 2. لامدا 1 هتساوي 4 لامدا 2، بس مش دي الإجابة، هو عايز نسبة التغير. نسبة التغير يعني دلتا لامدا. دلتا لامدا بتساوي لامدا 1 ناقص لامدا 2. لامدا 1 ب4 لامدا 2 ناقص لامدا 2 يبقى هتساوي كام؟ 3 لامدا 2. طيب التلاتة بقى قد ايه من الاربعة؟ ما هي كانت لامدا 1 بتساوي 4 لامدا 2، التغير ب 3 لامدا 2. نسبة التغير نقسم الناتج اللي طلع اللي هو 3 لامدا 2 على اللامدا الأولى اللي هي لامدا 1 اللي هي 4 لامدا 2. 3 على 4 تمثل نسبة ايه هنا؟ 3 على 4 هي 75%. طيب نقول الحته الثانيه الاخيره تاني. المفروض كي اي 1 على كي اي 2 تحت الجذر بتساوي لامدا 2 على لامدا 1. جذر 1 على 16 بربع، يبقى لامدا 1 هتساوي 4 لامدا 2. احنا عايزين نسبة التغير، يعني نجيب التغير الأول اللي هو لامدا 1 ناقص لامدا 2. لامدا 1 ب 4 لامدا 2 ناقص لامدا 2 هتساوي 3 لامدا 2. هو عايز نسبة التغير. نسبة التغير ده نسبته قد إيه من الطول الموجي الأصلي؟ يبقى نقسم 3 لامدا 2 اللي هي نسبة التغير على لامدا 1. يعني هنا قسمنا دلتا لامدا على لامدا 1 تدينا 75 ايه في المية. طيب تكملة للسؤال بيقول لي يتحرك، سؤال تاني بقى، يتحرك إلكترون حر طول موجي دي براولي المصاحب له لامدا 1، فإذا زادت طاقة الحركة إلى الضعف، يعني طاقة الحركة في الحالة الأولى كانت 1، في الحالة الثانية هنفترضها ب2، فإن طول موجي دي براولي لامدا 1 في الحالة الأولى بلامدا 1، هو عايز لامدا في الحالة الثانية. لا، عايز طول موجي دي براولي لهذا الإلكترون بالنسبة للامدا 1، يعني عايز لامدا 2 على لامدا 1. طب ما احنا لسه قايلين لامدا 2 على لامدا 1 هتساوي جذر
كي اي تعكس بقى كي اي 1 على كي 2، لسه جايبينها فوق، يبقى هتساوي جذر 1 على 2 اللي هي 1 على جذر 2. يبقى الإجابة الصح هي رقم أ. فركز إن العلاقة بين اللمدة وطاقة الحركة، اللمدة بتتناسب مع جذر إي، وافتكر إن القانون كي إي بتساوي اتش تربيع على 2 ام في لمدة تربيع. ده القانون وده الملخص بتاع الفكرتين.